كولر اقتبس من جوارديولا وقرر في الشوط الاول على الاخص يلعب بطريقه مشابهه للدبليو ام في الحاله الهجوميه بنهج البوزيشنال بلاي. ايه معنى الشفرات اللي انا قلتها دي؟ طريقه الدبليو ام هو شكل بيتكون من 3 2 2 3، وده اللي عمله كولر في الجزء الاول من ال 3 2 بوجود مروان عطيه كلاعب ثالث في قلب الدفاع، وده الدور اللي كان بيقوم بيه رجل القفل في طريقه ال 5 4 1 مع رباعي في فترة الثلاثينات. وروح شوف حلقة الكاتيناتشو وهتعرف التفاصيل. نرجع لكولر، طريقة ال 3 2 او الجزء الثاني من الدبليو ام ما قررش يلعب بيه عشان يأمن في الخط الامامي، وما اداش حريه كبيره للباكات عشان الارتدادات الدفاعيه، والطريقه بقت ال 3 4 3، لكن الجناحات في عمق الملعب عشان يكونوا البوكس ميدفيلدر اللي كانت سبب مهم جدا في تفوق الاهلي في وسط الملعب وقرب المساحات بين الكهرباء وبين الشحات وتاو وخلق المثلثات في كل ارجاء الملعب. وده يودينا لنقطه البوزيشنال بلاي، هل اللعيبه قراراتها في الملعب كانت صح وتعليمات كولر كانت صح؟ ده تعرفه من خلال اساسيات طريقه البوزيشنال بلاي. بيتقسم الملعب فيها ل 20 مربع، الحد الاقصى اللعيبه بالخط الافقي 2، وفي العمود الحد الاقصى 3 لعيبه، ودي فعلا كانت تعليمات كولر عشان قرارات اللعيبه كانت مبنيه على كده، وحطت الجناحات في اماكن خطره وسجل منها تاو في الهدف الثاني وقدر يكسب الاهلي.